بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. بنات حبايب، تابعوني. هذا راح أسوي اليوم طريقة عمل مرقة الفاصوليا بطريقة المطاعم. تمام. شي نخلي الزيت، اللي ما يحب الزيت يخلي دهن عادي. حبايب من يحمد دهن طبعا، من يحمد دهن نخلي المعجون طبعا. اكو ناس تخلي ثوم، انا بالنسبه لعائلتي صراحه يطلعوه ما يحبوه ما ياكلوه، فاستبدل الثوم اخلي ثوم باودر، لان هي تنطي نكهه وطيبه لمرقه الفاصوليا الثوم باودر. خلي شويه بنات الفلفل الابيض. طبعا المعجون حسب الكميه، حسب الكميه اللي تسوينها. اكو قليله تخلين خاشوقتين او اكثر حسب الافراد العائله. نخلي الثوم بس مو هواي نخليه يحترق، رأسا نخليه حسب الكمية، يعني تقريبا خاشوقة شاي، خاشوقة استكان. وفلفل الأبيض هم أكو يخلون كمون. الكمون أنا هم يعني ما يرغبوه صراحة، بس يدخل الطعم كلش طيب. شوية عائلتي من النوع الحساسين، بس أنا أخلي كمون لأنه شوية ينطي طعم للمرقة الفاصوليا. القوام بنات حبايب يوصل القوام، تخلون هذا المي السلق، أنا أخليه مي السلق مال الفاصوليا، أو تريد تخلون ويا يعني عادي تخلون ويا المي مال اللحم. تمام. هو طبعا نجانس المعجون. بنات هسه وصلنا لهذا القوام، وصلنا لهذا القوام. نخلي طبعا الملح، نضيف الملح، تصير عبارة عن صلصة. شو نخلي؟ العفو نخلي اللحم، العفو اي اللحم. واكو طريقة انه نحمس الثوم واللحم، بس اني هيجي اقطع قطع صغار صغار اطيب هي واللية. هاي حتى لو تقطع، شوفوا بنات، شوفوا حبايب، هاي تقطعوه قطع صغيرة هيجي احسن، تصير عبارة عن صلصة. طيب حبايب، هاي الطريقة اللي قلت لكم عليها، اللي بالبداية تحمسون اللحم والثوم. انا قلت لكم ما خلي ثوم، خليت ثوم باودر. وهاي طريقتي بالفاصولية، تخلونها صلصة. ومن ثم شو نسوي؟ نخلي الفاصولية حسب الكمية اللي تريدونها. اكو تخلونها ثخينة، تخلون يعني هواية. هسه نشوف. واذا اكو ناس يعني اكو عوائل يحبون الفاصولية الثخينة، يعني قصدي بيها مي، بيها يعني مرقة هواية، فعادي حسب الرغبة. اذا تريدون تكثرون تضيفون عليها هذا المي اللي قلت لكم مال الفاصولية، شوي ينطيها ثخونة وينطيها نكهة. وهاي بنات ان شاء الله بس تفوروا فورتين شوية تستوي، ونشوفكم ان شاء الله.